في حوالي الساعة 10 من مساء 13 من شهر مارس لعام 2023 تواصل مبارك رشيدي وهو شاب كويتي في منتصف الثلاثينيات من العمر بزوجته ليخبرها أنه كان في طريقه إلى المنزل. وكالعادة سألها مبارك ما إذا كانت تحتاج أن يجلب لها أي أغراض معه من الخارج، لكن مبارك لم يعد إلى المنزل أبدا ولم يكن يجيب على اتصالاتها الهاتفية. ظنت زوجة مبارك أنه ربما يكون عرج على مزرعته الخاصة في منطقة كبد التابعة لمنطقة الجهراء الكويتية، حيث كان مبارك معتادا على السهر في تلك المزرعة برفقة صديقه المقرب وابن قبيلته حسن رشيدي، ولذلك فلم تجزع الزوجة في بداية الأمر. بدأ القلق ينتاب المرأة عندما طلع صباح اليوم التالي دون أن يعود مبارك للمنزل ودون أن يعاود الاتصال بها من جديد. تواصلت المرأة مع إخوة مبارك ووالده وأخبرتهم بأن مبارك لم يعد للمنزل منذ الليلة السابقة ولم يكن يرد على اتصالاتها المتكررة. وقد ظنت أسرة مبارك في البداية أن الشاب ربما كان على خلاف مع زوجته، وقد منعه ذلك الخلاف من الرد على مكالماتها أو العودة للمنزل. حاول أشقاء مبارك بدورهم التواصل مع الشاب عن طريق الهاتف عدة مرات، لكنه لم يكن يجيب على اتصالاتهم أيضا. وبحلول وقت الظهر تقريبا قرر أشقاء مبارك تفقده في مزرعته بمنطقة الجهراء، وعندما وصلوا هناك وجدوا سيارة مبارك بالفعل متوقفة خارج المزرعة، لكنهم لم يجدوا أي أثر لشقيقهم ولا لحسن شريكه في المزرعة وصديقه، الأمر الذي جعلهم يبدأون في القلق على مصير مبارك. ترى أين اختفى مبارك؟ وهل سيتمكن أفراد أسرته من العثور عليه قبل أن يمسه مكروه ما؟ أم أن الوقت قد تأخر بالفعل؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. عندما بدأت كل محاولاتهم للاتصال بمبارك بالفشل، بدأ أشقاؤه في محاولة التواصل مع حسن صديقه المقرب وشريكه في المزرعة، لكن حسن أيضا لم يكن يجيب على هاتفه. واستمر الأمر على هذا النحو حتى حوالي الساعة 5 مساء تقريبا، عندما تواصل حسن مع أشقاء مبارك وأخبرهم أنه كان يغط في نوم عميق في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه أن يتواصلوا معه. أوضح حسن لأشقاء مبارك بأن الأخير حضر للمزرعة بالفعل في مساء الليلة السابقة، وأنهما أمضيا الوقت مع بعضهما البعض كما جرت العادة، قبل أن يستأذن حسن من صديقه ويهم بالعودة إلى منزله تاركا مبارك خلفه في المزرعة. أكد حسن على أشقاء مبارك أنه لم يكن يعلم ما الذي جرى بعد ذلك أو إلى أين اتجه مبارك، وقد وعدهم بأن يلحق بهم إلى قسم الشرطة بعدما أخبروه أنهم كانوا في طريقهم إلى هناك للإبلاغ عن اختفاء مبارك المفاجئ، والذي كان بمثابة الصدمة بالنسبة لهم. أوضح أشقاء مبارك للمحققين أن شقيقهم كان أبا ل5 أطفال، وكان موظفا حكوميا موقرا يعمل بالمحكمة، وبطبيعة الحال لم يكن مبارك يملك أي عداوات أو أي شيء من هذا القبيل، مشيرين إلى أن حالته المادية كانت جيدة للغاية، وأنه كان شريكا في مزرعة للمواشي، وهي المكان الأخير الذي تواجد فيه مبارك قبل أن يختفي. في ذلك الوقت كان أشقاء مبارك قد بدأوا يتشككون في تورط حسن بطريقة أو بأخرى في اختفاء مبارك، وذلك نظرا لأن الشاب لم يوفي بوعده ولم يظهر عند قسم الشرطة في الوقت الذي تم الاتفاق عليه، ولم يذهب لملاقاة إخوة مبارك إلا بعد حوالي 5 ساعات من تواصلهم معه في المرة الأولى، فضلا عن أن إخوة مبارك كانوا قد لاحظوا أن حسن كان باردا للغاية بالنسبة لشخص فقد صديقه المقرب وشريكه وقريبه ولا يعلم ما هو مصيره. مررت أسرة مبارك تلك الشكوك لرجال الشرطة الذين تولوا التحقيق في القضية، وقد تم استدعاء حسن بالفعل للاستجواب في مركز الشرطة. أثناء استجوابه كان واضحا بالنسبة للمحققين أن حسن كان مرتبكا ومتوترا للغاية، ولم يكن الشاب يتصرف على نحو طبيعي على الإطلاق، لدرجة أن رجال الشرطة الذين تولوا التحقيق مع حسن اشتبهوا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات في ذلك الوقت، وقرروا أن يخضعوه لفحص طبي للتثبت من ذلك.
أثبتت الفحوصات الطبية أن حسن كان بالفعل متعاطيا أثناء استجوابه من قبل رجال الشرطة، وبما أن تعاطي المخدرات يعد جريمة وفقا للقانون الكويتي، فقد تمكنت السلطات من التحفظ على حسن لحين الانتهاء من التحقيق في أمر اختفاء مبارك. أرسلت السلطات فريقا من المحققين المختصين لفحص المزرعة وتفتيشها بشكل دقيق، حيث كانت المزرعة هي المكان الأخير الذي توجه إليه مبارك قبل أن يختفي عن الأنظار بشكل مفاجئ. لم يجد المحققون أي أثر لمبارك في المزرعة، ولم يساعدهم حسن الذي أصر على روايته الأصلية في تحديد مكان تواجد الشاب المتغيب، الأمر الذي دعاهم لاستخراج تصريح قضائي لتفتيش سجلات هاتفي حسن ومبارك. وقد ركزوا على السجلات الخاصة بيوم اختفاء مبارك. أوضحت بيانات الهاتف النقالي الخاص بحسن أن الشاب لم يكن يقول الحقيقة للمحققين، حيث إن حسن كان قد أخبر المحققين أنه توجه لمنزله في حوالي الساعة 12 من منتصف ليلة اختفاء مبارك، تاركا الأخير خلفه في المزرعة، فيما كانت بيانات الهاتف تدل على أن مبارك لم يغادر المكان قبل الساعة 3 فجرا. أما بيانات هاتف مبارك فكانت توحي بأن الشاب لم يغادر المزرعة مطلقا، وقد تم التقاط آخر إشارة لهاتفه قبل أن يتوقف عن العمل من داخل المزرعة. بالإضافة إلى ذلك لم يعد حسن إلى المنزل مباشرة بعد رحيله للمزرعة كما زعم الشاب أثناء استجوابه، فقد أوضحت بيانات الهاتف النقال الخاصة به أنه بعد مغادرته للمزرعة اتجه حسن لمزرعة أخرى يملكها إخوته قبل أن يتجه إلى منطقة صحراوية مقفرة تدعى منطقة الكسارات، وقد قضى حوالي ساعتين كاملتين قبل أن يعود للمنزل في النهاية. قرر المحققون تتبع مسار حسن في تلك الليلة آملين في العثور على المزيد من الأدلة، وسرعان ما وجدوا شاحنة بيضاء صغيرة كان مبارك وحسن قد ابتاعاها سويا لنقل الأغراض وبعض المواشي من وإلى المزرعة. كانت الشاحنة الصغيرة مركونة في المزرعة الخاصة بأشقاء حسن، وعندما فحصها المحققون لاحظوا وجود بقع دم في صندوق الشاحنة الخلفي، وقد رفعوا تلك العينات وأرسلوها للمعمل الجنائي الذي أثبت لاحقا أن عينة الدم تلك تعود لمبارك. بالإضافة إلى ذلك عثر المحققون على بقايا حريق في المزرعة، واتضح لهم أن شخصا ما ضرم النار في إحدى الخيام المتواجدة في المزرعة، مما أدى إلى إحراقها بشكل كامل. بدأ المحققون يشكون بأن خلافا دار بين حسن ومبارك أدى في نهايته إلى مقتل مبارك، وقد قام حسن بنقل جثته وبعض الأدلة لمزرعة إخوته باستخدام الشاحنة البيضاء، ثم قام بتدمير الأدلة عن طريق حرقها في الخيمة التي عثروا على بقاياها، قبل أن يقوم بالتخلص من الجثة بشكل كامل في منطقة الكسارات الصحراوية. على الرغم من أن المحققين كانوا متأكدين من استنتاجهم، لم يكن من الممكن إدانة حسن بتلك التهمة دون الحصول على دليل مادي، أو على الأقل دون العثور على جثة الضحية. في تلك المرحلة من التحقيقات قرر المحققون تفتيش سيارة حسن في محاولة منهم للعثور على أي دليل أو خيط يربط بين حسن وبين اختفاء صديقه مبارك. لم يعثر المحققون على أي دليل مادي في سيارة حسن، لكنهم لاحظوا أن السيارة كانت نظيفة للغاية، كما لو كان قد تم غسلها مؤخرا، وسرعان ما أدركوا أن حسن قد نظف السيارة بحرص لإخفاء ما تبقى من الأدلة بداخلها. استطاع المحققون من خلال إجراء بعض التحريات أن يعرفوا مغسلة السيارات التي توجه إليها حسن لغسل السيارة، وقاموا باستجواب للعاملين فيها، والذين أوضحوا لرجال الشرطة أن حسن حضر للمغسلة لتنظيف سيارته بعد أن كانت أرضيتها ومقاعدها غارقة بمشروب غازي، وبعد ساعتين فقط من تنظيفهم للسيارة عاد حسن من جديد إلى المغسلة ذاتها وطلب منهم غسل السيارة من جديد بعد أن ابتلت بالسائل ذاته. استغرب العمال الأمر، لكنهم لم يسألوا حسن عن السبب الذي جعل سيارته تتسخ بالمشروبات الغازية بعد أقل من ساعتين من غسلها، ومضوا في عملهم في صمت. التقط المحققون هذا الخيط وأدركوا على الفور أن حسن كان يحاول إخفاء شيء ما، ولذلك فقد أعادوا تفتيش السيارة من جديد، وهذه المرة بشكل أكثر دقة، حيث تم تفكيك أجزاء السيارة الداخلية ليعثروا في النهاية على بقع دم أسفل مقعد السائق. وقد أثبت المعمل الجنائي أن بقع الدم تلك
تعود أيضا لمبارك رشيدي. على إثر تلك المستجدات أعاد المحققون استجواب حسن من جديد وواجهوه بكل المعلومات التي جمعوها ضده حتى تلك اللحظة، لكنه أنكر من جديد أن يكون له أي دور في اختفاء مبارك، وأصر على روايته الأصلية التي تفيد بأنه عاد للمنزل في منتصف الليل. في ذلك الوقت كانت القضية قد كسبت زخما إعلاميا غير مسبوق، ليس في الكويت فقط بل في منطقة الخليج بأسرها، خصوصا بعدما خرج والد مبارك في فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن مناقب ابنه المقرب من قلبه في حزن شديد. أدار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة للبحث عن جثة الضحية، حيث توافد العديد من المتطوعين على منطقة الكسارات الصحراوية التي يتوقع المحققون أن مبارك قد دفن بها، لمساعدة السلطات الأمنية على البحث، لكن دون جدوى. بدأ المحققون في التشكك أن الجريمة لها علاقة بالمخدرات، ولذلك فقد وسعوا دائرة البحث والتحري لتشمل أصدقاء حسن المقربين، وعلموا من خلال تلك التحريات أن حسن كان له صديق مقرب للغاية يتردد على المزرعة بشكل دوري، وعندما ذهب عناصر الشرطة إلى منزل ذلك الشخص وجدوا لديه كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري. أوضح الرجل لرجال الشرطة أن المخدرات والمسدس كانوا يعودون لحسن الذي حضر لمنزله في الليلة التي اختفى فيها مبارك، وطلب منه أن يخفي تلك الأغراض عنده. لكن أهم ما أشار إليه صديق حسن وأن المشتبه به كان له صديق آخر من الجنسية المصرية وكان دائم التردد عليه. بدأ المحققون يتشككون في أن مبارك وحسين كانا شريكين في الاتجار بالمخدرات، وأن مبارك اختلف مع صديقه مما أدى في النهاية إلى مقتله، وذلك نظرا للكمية الكبيرة من المخدرات التي تم العثور عليها بحوزة صديق حسن، والتي من المستحيل أن تكون للتعاطي فقط. حاول المحققون إلقاء القبض على الوافد المصري، لكن سرعان ما اتضح لهم أن الرجل غادر الكويت بالفعل في ليلة اختفاء مبارك، مما يوحي بأنه كان شريكا في الجريمة بطريقة أو بأخرى. ولذلك فقد عملت السلطات الكويتية مع الحكومة المصرية على تسليم المشتبه به وإعادته للكويت، حيث خضع للاستجواب. على عكس صديقه، سرعان ما اعترف الوافد المصري بتفاصيل الجريمة البشعة، خصوصا عندما علم أنه كان على وشك أن يتحمل الذنب بمفرده. أوضح الشاب المصري للمحققين أنه وحسن كانا منخرطين في الاتجار بالمخدرات، وكان أيضا يتعاطيان كميات كبيرة منها. وقد اتخذ حسن وصديقه المصري من المزرعة وكرة للاجتماع وتعاطي المخدرات سويا. في يوم وقوع الجريمة حضر مبارك إلى المزرعة دون سابق إنذار، وفوجئ بحسن وصديقه المصري يتعاطيان المخدرات، فهم بنصحهما لكن بطريقة عنيفة بعض الشيء، الأمر الذي جعل حسن غاضبا ليحتد الخلاف بينه وبين صديقه المقرب، ويعلو صوتهما على بعضهما البعض بالصراخ. ازدادت حدة الاشتباك عندما لاحظ مبارك الكمية الكبيرة من المخدرات التي كانت موجودة، مما يوحي أنها لم تكن للاستخدام الشخصي فقط. وسرعان ما تطور الأمر ليتحول لشجار بالأيدي، وفي خضم ذلك الشجار الدامي استل حسن قضيبا حديديا غليظا وضرب به مبارك على رأسه بعنف ليسقط الأخير من فوره على الأرض. عندما علم حسن وصديقه المصري أن مبارك قد فقد حياته بالفعل، قام بنقل جثته إلى حاوية قام باستئجارها، وقام بإخفاء الجثة هناك. وقد استطاع الرجل أن يقود رجال الشرطة إلى مكان الجثة الحقيقي. على إثر ذلك تمت إحالة كل من حسن وصديقه المصري للمحاكمة، ومن المتوقع أن ينالا حكما بالإعدام جراء جريمتهم البشعة.